السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي معاكم فطيرة، شوفوا شكلها مرة تصلح فطور، تصلح عشاء، وبدون خبز، بدون عجن، بدون أي تعب، وسويتها بطريقة سهلة. بالخلاط حطيت كاسة من الحليب السايل، وحطيت نص ملعقة من الملح، ونص كاسة دقيق أبيض، وأخلطها مع بعض على حسب الدقيق. تقدرون تضيفون على نص كاسة، وتقدرون على حسب الدقيق. أنا حسيت إنه تحتاج 3 ملاعق دقيق وضفتها. وطبعا حطيت بالطاوة زيتون وأخليها حتى تسخن، وأنزل الخليط عليها. شوفوا كيف الفطيرة هذه مرة تجنن، وطبعا مرة طعمها ولا في الخيال. حلو إنها بدون عجن، بدون تعب، بدون شيء. أخليها حتى تتقمر، تاخذ تشويحة وتستوي، وأقلبها على الوجه الثاني. شوفوا كيف التقميرة، وخليتها من الجهتين تتشوح، وأشيلها وأضيف 3 بيضات. طبعا خفقتها وخليتها سايلة مع الملح، وأنزلها بالطاوة. طبعا على حسب الاستواء، في ناس تحبها مستوي بزيادة البيض، وفي ناس يعني يدوب إنها مستوية. أنا عني أحبها يعني شبه مستوية. أتأكد إنه من جميع اتجاهات إنه يعني استوت، وأنزل الفطيرة عليها وأحط البيض. وأهم مكون هنا الجبن السايل. تقدرون تحطون شيدر، تقدرون تحطون موزاريلا، تقدرون تحطون كيري، اللي تبونه. الحشوة مرة مفتوحة، ويعني أطبق الشريحة هذه. شوفوا كيف. والسر هنا إنه أشوحها طبعا بحرارة الفطيرة، تذوب الجبنة من الجهتين. شوفوا الشكل، خيال. مرة تجنن. طبعا كذا تكون الفطيرة جاهزة. ولا تنسون أي شيبس تحبون ضيفونه. مرة سهلة وبالعافية علينا وعليكم.